كشف مصدر بالنادي الأهلي عن موقف الفريق من خوض بطولة كأس مصر 2023-2024. وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر، والتي ستمتد حتى يوم 21 أغسطس الجاري. وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلينا أن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق يرفض وبشكل قاطع المشاركة في تلك البطولة بسبب موعدها الممتد بعد نهاية الموسم الحالي. وأضاف المصدر أن السويسري حصل على موافقة بالسفر إلى بلاده بعد حسم لقب الدوري، وذلك لقضاء الأجازة الخاصة به على أن يكمل سامي قمصان المدرب العام المهمة في المباريات الثلاث المتبقية ببطولة الدوري. وأوضح: كولر سيمنح أيضا 7 لاعبين راحة سلبية، وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية ووسام أبو علي. وأشار المصدر إلى أن الأهلي يرغب في الاعتذار عن عدم خوض بطولة الكأس، ولكن الأزمة هي إمكانية حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة. فقالت مصادرنا أن هناك دراسة متأنية للموقف في ظل القناعة الكاملة بصحة قرار كولر بإراحة اللاعبين فترة كافية قبل الموسم الجديد.